جماعة الإخوان المسلمين تطلق رصاصة الرحمة على افتراض حسن النية، وترتفع بالنزاع بين المؤيدين والمعارضين إلى مستوى جديد خطير. أول حجر نحو مستقبل قريب أكثر ظلمة يأتي من اتجاه من يردد أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. وأول العمى جهل تحت أقدام قصر يسكنه رئيس يقول إنه رئيس لكل المصريين. لكم فاعلموا، لا أنتم سدنة الدين ولا شعب مصر كفرة. ولك يا سيادة الرئيس فاعلم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اللي أنا بقوله دلوقتي، واخد بال حضرتك، عقد. اللي أنا بقوله دلوقتي طوق على رقبتي. اللي أنا بقوله ده التزام أمام الشعب. وعدت فأخلفت فقسمت فخرجت من باب خلفي، فتركت أمة في مهب الريح، فحق علي أنا أن أعتذر. اخدعني مرة عار عليك، واخدعني مرتين عار علي. اليوم أعلن استقالتي من حبك يا سيادة الرئيس، فبدون ذلك لن أستطيع أن أحتفظ باحترامي لنفسي. بقدر كل صوت مر من خلالي إليك أعتذر لشعب مصر. تحترق المشاعر ويدمى القلب، لكن حبي للحق أقوى، ولكل أبناء الوطن. إلى ذلك وصلنا معا بعد أن كنا معا في طريق واحد، وبعد حلم صيغ بين شغاف القلب بيدين معا. إلى هذا وصلنا. احنا بنسعى إلى الاستقرار طالما تمت انتخابات لم تشبها شائبة، انتخابات نزيهة وعبرت عن إرادة الناخبين، لابد أن تحترم. هو ده احترام الشرعية، وإلا البقاء للأقوى. البقاء للأقوى إذن، ويا لشماتة الأعداء في شعب مصر كله. شكرا سيادة المستشار، وصلت الرسالة. حول. سلمية سلمية هتفنا في ميدان التحرير نحافظ عليه. إسقاط الإعلان الدستوري. احنا بنسعى إلى استقرار. اللي أنا بقوله دلوقتي طوق على رقبتي. اللي أنا بقوله ده التزام أمام الشعب، وإلا البقاء للأقوى. ولا يجوز لأي فصيل سياسي أنه يظن أنه بمفرده محتكر الرأي وله الأغلبية. سننتقل قريبا وسريعا من الشرعية، ما تبقى من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية.